النهاردة معانا مجموعة مصادر عن أساسيات الممارسة في خدمة الجماعة. مصادر متفصلة مخصوص لطالب في الفرقة التانية خدمة اجتماعية، يعني بين محاضرات وفيديوهات ومذكرات. والحقيقة كلنا عارفين مقولة في الاتحاد قوة، بس إزاي ممكن نحول الشعار ده لأداة حقيقية، أداة نقدر بيها نحل مشاكل زي الهجرة غير الشرعية أو أطفال الشوارع؟ المصادر دي بتقدم لنا يعني خريطة الطريق للموضوع ده. بالظبط كده. هي مش مجرد كلام نظري خالص. احنا هنشوف ازاي الجماعة نفسها بتتحول لأقوى أداة في إيد الأخصائي الاجتماعي، وهنفهم ايه هي المبادئ اللي بتحكم الشغل ده، وازاي الأخصائي بيقدر يستخدم الديناميكية دي عشان يساعد الناس بجد. الرحلة هتاخدنا من التعريفات الأساسية لحد ما نشوفها بتطبقها على أرض الواقع. حلو جدا. اللي لفت نظري وأنا بقرأ في المصادر دي هو إن القصة كلها ليها بدايتين مختلفتين تماما. يعني طريقة الشغل دي ظهرت في الغرب لسبب وظهرت عندنا في المنطقة العربية لسبب مختلف خالص. أعتقد دي نقطة مهمة نبدأ بيها. دي أهم نقطة فعلا، لأنها بتورينا إن الخدمة الاجتماعية مش قالب واحد بنطبقه في كل حتة. في الغرب، يعني في إنجلترا وأمريكا، في القرن العشرين، الموضوع كان رد فعل على مشاكل ضخمة زي الثورة الصناعية والحروب العالمية. يعني كان الهدف هو التعامل مع الآثار السلبية للتفكك الاجتماعي اللي حصل للعمال والمهاجرين. يعني كانت طريقة للتعامل مع أزمة قايمة بالفعل؟ بالظبط. لكن لما الفكرة جت للدول العربية، ومصر كانت من أوائل الدول اللي طبقتها، الهدف كان مختلف. ما كانش عندنا نفس الأزمات الصناعية دي بنفس الشكل. الهدف هنا كان بنائي أكتر، تقوية العلاقات الاجتماعية الموجودة أصلاً، تشجيع الناس على المشاركة في المؤسسات، وتحقيق أهداف زي محو الأمية والتعليم غير الرسمي. فالسياق بيغير الهدف تماماً. وده بيودينا لنقطة تانية حسيتها مهمة جدا في المصادر، وهي التعريفات. في كذا تعريف وللوهلة الأولى ممكن يبانوا شبه بعض، بس لما ندقق فيهم بنلاقي قصة، كأننا بنتفرج على صورة ما كانتش واضحة، ومع كل تعريف بتوضح أكتر. عد. خلينا نمسك أول تعريفين من المنطقة العربية، أنيس عبد المالك ومحمد شمس الدين. أنيس عبد المالك قال إنها طريقة وعملية في نفس الوقت، وقال إن في رائد بيوجه الجماعة. كلام جميل، بس حاسة عام شوية. يعني مين هو الرائد ده؟ أي حد؟ وإيه الهدف النهائي من كل ده؟ بالظبط، هي دي كانت نقطة ضعف. كلامه كان الخطوة الأولى، لكنها كانت محتاجة تتحدد أكتر. وهنا يجي دور محمد شمس الدين اللي خلى الصورة أوضح. هو قال إنها طريقة يتضمن استخدامها عملية، وده وصف أدق. والأهم إنه حدد مين اللي بيقوم بيها، الأخصائي الاجتماعي، مش أي رائد والسلام. هنا بدأنا نحط يافطة احترافية على الموضوع، مش مجرد هواية. تماماً. وكمان حدد الهدف بوضوح شديد، تحقيق النمو الاجتماعي للفرد والجماعة والمجتمع. بكده بقى عندنا ممارس متخصص اللي هو الأخصائي، وهدف واضح اللي هو النمو الاجتماعي. الصورة بدأت توضح. طب ولما نبص على التعريفات الأجنبية اللي في المصادر، إيلين كيلن وجيزيلا كونوبكا، إيه القطعة اللي ضافوها للصورة دي؟ إيلين كيلن ضافت مفهوم عبقري الصراحة، وهو الخبرة الجماعية. قالت إن التغيير مش بيحصل عشان الأخصائي بيقول للناس تعمل إيه. التغيير بيحصل من خلال التفاعلات والعلاقات والمواقف اللي الناس بتعيشها جوه الجماعة. الخبرة نفسها هي أداة العلاج والنمو. الله، يعني الشغل الحقيقي بيحصل بين أعضاء الجماعة وبعضهم. بالظبط. لكن تعريفها كان لسه ناقصة حتتين. ما قالتش الشغل ده بيحصل فين اللي هي المؤسسة، وما حددتش مين اللي بيساعد على خلق الخبرة دي اللي هو الأخصائي. جت بعدها جيزيلا كونوبكا وكملت على فكرة الخبرات الجماعية دي، بس وجهتها لهدف محدد، وهو تحسين الأداء الاجتماعي. بس برضه تعريفها كان لسه ناقصه الإطار المهني واضح. يبقى كأن كل واحد منهم بنى حتة في العمارة دي، وفي الآخر المصادر بتجمع كل ده في حاجة اسمها التعريف الإجرائي. وهو ده الخلاصة النهائية. التعريف ده بيقول إن خدمة الجماعة هي طريقة أساسية من طرق الخدمة الاجتماعية، بيمارسها أخصائي معد علمياً وعملياً جوه مؤسسة اجتماعية، وبيستخدم الجماعة نفسها والتفاعلات اللي جواها كأداة أساسية عشان يحقق أهداف النمو والتغيير للأفراد والجماعة ككل. كل كلمة في التعريف ده نتيجة للتطور اللي شفناه. تمام. يبقى كده فهمنا إن الجماعة هي الأداة اللي الأخصائي بيشتغل بيها. بس ده يخلينا نسأل، يعني إيه جماعة أصلاً في السياق ده؟
لأن أكيد مش أي تجمع ناس في الشارع يعتبر جماعة ينفع نشتغل معاها. سؤال جوهري، والمصادر هنا دقيقة جدا. أول حاجة بتميز الجماعة هي الحجم. في جماعات صغيرة من 3 ل 15 فرد، التفاعل فيها بيكون وجها لوجه وقوي جدا، زي السكشن في الكلية أو فريق عمل في مشروع. وفي جماعات متوسطة وكبيرة طبعا. وكل ما الحجم يكبر التفاعل بيقل، زي الفرق بين السكشن والمدرج في الكلية. في المدرج أنت مجرد مستمع. بالظبط. وعشان كده الأخصائي الاجتماعي لما بيشتغل مع جماعة كبيرة غالباً بيقسمها لمجموعات عمل أصغر عشان يقدر يخلق التفاعل المطلوب اللي هو أساس الشغل كله. لكن التقسيم الأهم بقى هو اللي حسب نمط العضوية. اللي هي الجماعات الأولية والثانوية. أيوة، والفرق بينهم عامل زي الفرق بين دوائر معارفك. الجماعة الأولية هي دايرتك المقربة جداً، زي أسرتك وأصحابك الإنتم. أنت ما اتولدتيش باختيارك في أسرتك، والعلاقة دي عميقة ومستمرة مدى الحياة. دي جماعة أولية. أما الجماعة الثانوية فهي أقرب لنادي كتاب أو فريق تطوعي أنا اخترت أنضم ليه. بالظبط، أنت انضميتي لهدف معين والعلاقات فيه رسمية أكتر، ولو الهدف خلص أو اهتمامك اتغير ممكن تسيبيها. فهم الفرق ده مهم جدا للأخصائي. وهنا بقى في نقطة بتلخبط شوية، المصادر بتوضحها كويس. كل جماعة أولية هي جماعة إجبارية، ولكن ليست كل جماعة إجبارية هي جماعة أولية. دي محتاجة وقف. يعني إيه؟ بسيطة، الأسرة جماعة أولية وعضويتك فيها إجبارية، أنت مولودة فيها. لكن تخيلي معايا جماعة من الأحداث المنحرفين جوه مؤسسة عقابية، عضويتهم في الجماعة دي إجبارية بحكم القانون، صح؟ صح، مجبرين يكونوا مع بعض. لكن هل دي جماعة أولية زي الأسرة؟ لا طبعا، دي جماعة ثانوية تكونت لهدف علاجي أو تأهيلي، لكن ظروفها خلت العضوية فيها إجبارية. فهم الفروق الدقيقة دي بيخلي الأخصائي يعرف إزاي يتعامل مع كل نوع. طيب بعد ما الجماعة بتتكون، المصادر بتتكلم عن إن ليها دورة حياة، كأنها كائن حي بيتولد ويكبر وينضج. وهو فعلا تشبيه دقيق جدا. البداية بالمرحلة التمهيدية أو مرحلة ما قبل التكوين، دي مرحلة التخطيط. الأخصائي بيحدد الهدف، بيختار الأعضاء، وبيجهز المكان. الأهم إنه بيحط الأساس وبيعمل عقد مع الأعضاء. مش عقد مكتوب طبعا، لكن اتفاق على الأهداف والقواعد. ودوره هنا إنه يكسر حاجز الخوف والتردد عند الناس. وبعدين بتبدأ المرحلة الحقيقية، مرحلة التكوين. المصادر بتوصفها بإن العلاقات بتكون فترة في الأول، والناس معتمدة على الأخصائي في كل حاجة. طبيعي جدا، لسه محدش عارف حد. وهنا دور الأخصائي بيكون زي المفسر والمبصر. هو اللي بيوضح الغموض، بيساعد الناس تفهم بعض، وبيتعامل مع الشخصيات المختلفة اللي بتبدأ تظهر. في اللي بيبقى منسحب، وفي اللي عايز يسيطر. هو اللي بيدير الديناميكيات دي. ولو المرحلة دي عدت بسلام بنوصل لمرحلة النضج، ودي شكلها المرحلة اللي كلنا بنتمناها في أي فريق. بالظبط، هنا الجماعة بتبقى قوية، قادرة تحل مشاكلها بنفسها. الأعضاء بيثقوا في بعض، والأدوار واضحة. وهنا بيحصل تحول كبير في دور الأخصائي. بيبقى مرشد وموجه، بياخد خطوة لورا، بيسيبهم ياخدوا قراراتهم، وما بيتدخلش إلا لو الموضوع يخرج عن السيطرة. عامل زي اللي بيعلم ابنه يسوق العجلة، في الأول بيبقى ساندها، بعدين بيمشي جنبها، وفي الآخر بيسيبها وهو بيراقب من بعيد. تشبيه حلو جدا، بس كل رحلة ليها نهاية، مرحلة الإنهاء. ودي ممكن تكون نهاية سعيدة أو حزينة. النهاية الناجحة هي لما الجماعة تحقق أهدافها، وهنا دور الأخصائي إنه يساعدهم يحتفلوا بنجاحهم ويستوعبوا خبرتهم دي عشان يستخدموها في حياتهم بعد كده. لكن في نهايات غير ناجحة، لما الجماعة بتفشل وبيحصل صراعات. هنا دور الأخصائي إنه يساعد الأعضاء يخرجوا بأقل خسائر نفسية ممكنة، ويفهموا إيه اللي حصل غلط. دورة الحياة دي، التكوين والنضج والإنهاء، شكلها منظم قوي على الورق، بس في الحقيقة الجماعات البشرية فوضوية أكتر من كده. هل المصادر بتعترف بإن جماعة ممكن تفضل في مرحلة التكوين وما تنضجش أبداً، أو حتى ترجع لورق بعد ما نضجت؟ ده سؤال ممتاز وبيمس جوهر الممارسة الحقيقية. طبعاً النموذج ده هو الخريطة المثالية مش الواقع الحتمي. في الحقيقة جماعات كتير بتفضل علقة في مرحلة الصراع ومش بتوصل للنضج أبداً. وممكن جماعة ناضجة تحصل فيها أزمة كبيرة أو يدخل لها أعضاء جدد فترجع تاني لمرحلة التكوين والصراع. وهنا بتظهر شطارة الأخصائي.
هو مش مجرد سواق أتوبيس ماشي على خط سير ثابت، هو قبطان سفينة لازم يعرف يتعامل مع الأمواج المفاجئة ويغير مساره عشان يوصل للهدف. ذكرناها في الأول. نبدأ بالهجرة غير الشرعية. المصادر بتعرض أسباب كتير جدا للمشكلة دي، اقتصادية واجتماعية ونفسية. الموضوع أكبر من مجرد واحد عايز فلوس وخلاص. بالظبط، في بطالة وفي إحساس بعدم الانتماء وفي أحلام بالثراء السريع مبنية على أوهام وفي ضغط من الأقران. وهنا خدمة الجماعة بتورينا قوتها. الأخصائي مش هيقعد مع كل شاب لوحده يقول له يا ابني السفر ده خطر، ده مش فعال. طب إيه البديل؟ البديل إنه يكون جماعة من الشباب دول اللي بيفكروا في الهجرة أو معرضين لخطرها. جوه الجماعة دي هو بيشتغل على كل الأسباب دي في نفس الوقت. بيستخدم برامج وأنشطة جماعية عشان ينمي عندهم مهارات مهنية تخليهم يلاقوا فرص شغل، فبكده بيضرب السبب الاقتصادي. ومن خلال التفاعل والنجاح جوه الجماعة، الشاب ده بيبدأ يحس بقيمته وبانتمائه المكان والناس، فده بيضرب السبب الاجتماعي والنفسي. انت لخصتيها، الجماعة بتخلق وطن مصغر للشاب ده، مكان بيحس فيه بالتقدير والأمان والفرصة. لما يلاقي ده، فكرة إنه يرمي نفسه في البحر بتبدأ تفقد بريقها تماماً. هو بيعالج الأسباب الجذرية مش الأعراض. ولما نروح للمشكلة التانية، الأطفال بلا مأوى، الأرقام اللي في المصادر مفزعة، والمصطلح اللي استخدموه ظاهرة متحركة بيوصف المشكلة بدقة، صعب تحصرهم أو توصل لهم. والأسباب هنا كمان مركبة: فقر، تفكك أسري، عنف، إهمال. المصادر بتقسم التدخل باستخدام خدمة الجماعة لمحورين: علاجي ووقائي. المحور العلاجي هو الشغل مع الأطفال اللي بالفعل في الشارع. وده أكيد صعب جدا، لأن الأطفال دول غالبا فاقدين الثقة في الكبار. طبعاً، وعشان كده الجماعة بتكون المدخل. الأخصائي مش بيتعامل مع كل طفل لوحده، هو ممكن يكون جماعة منهم، سواء في مركز إيواء أو حتى في أماكن تجمعاتهم. جوه الجماعة دي الأطفال بيحسوا بأمان لأنهم مع ناس شبههم، وده بيسهل على الأخصائي إنه يبني الثقة ويقدم لهم الرعاية، وواحدة واحدة يرجعهم للمجتمع. بس ده علاج للمشكلة بعد ما حصلت. المصادر بتتكلم عن المحور الوقائي كأنه الأهم. لأنه الأهم فعلاً. المحور الوقائي معناه إننا نمنع الطفل يوصل للشارع من الأساس. وهنا خدمة الجماعة بتتلعب مع الأسر نفسها المعرضة للتفكك أو اللي بتعاني من الفقر الشديد. الأخصائي ممكن يعمل جماعات دعم للأمهات يعلمهم مهارات التربية الإيجابية. ممكن يعمل جلسات جماعية للأسر عشان يقوي الروابط بينهم ويحلوا مشاكلهم. لما تقوي الأسرة، أنت بتحصنها ضد الانهيار، أنت بتعالج المشكلة من منبعها. يعني بدل ما بنبني أسوار حوالين الشارع عشان الأطفال ما تقعش فيه، إحنا بنصلح البيت نفسه عشان الأطفال ما تخرجش منه أصلاً. هو ده بالظبط. في النهاية، بعد ما غطينا كل النقط دي، إيه الفكرة الأساسية اللي المفروض طالب الخدمة الاجتماعية يطلع بيها من المصادر دي؟ أعتقد أهم فكرة هي إن قوة الجماعة مش مجرد فكرة نظرية، دي حقيقة عملية وملموسة. في مقولة العالم اسمه كيرت ليفن بتلخص كل حاجة. المصادر بتستشهد بيها: إذا أردنا أن نحقق تغييراً عميقاً ومستديماً، يجب أن نتعامل مع الفرد كعضو في جماعات. تغيير سلوك فرد وهو لوحده صعب جداً، لكن تغييره هو وسط جماعة بتدعمه وبتتغير معاه بيكون أسهل وأقوى وأكثر استدامة. وفي فكرة تانية حسيتها مهمة جدا، إن الأخصائي الاجتماعي الناجح مش هو قائد الجماعة أو رئيسها. دوره الحقيقي هو إنه يمكن الجماعة إنها تقود نفسها بنفسها. هدفه في النهاية إنه يخلي دوره مش ضروري. بالظبط، وده بيوصلنا للسؤال الأصعب والتحدي الحقيقي اللي بيواجه أي ممارس في المجال ده. سؤال بتلمح ليه المصادر لكن ما بتديش إجابة سهلة. وهو إزاي الأخصائي يوازن بين مسؤوليته في توجيه الجماعة وحمايتها من الأخطاء الكبيرة، وفي نفس الوقت يديهم الحرية الحقيقية إنهم ياخدوا قراراتهم بنفسهم، حتى لو ده معناه إنهم ممكن يغلطوا. تماماً. إزاي تبقى شبكة أمان من غير ما تبقى عكاز بيمنعهم يمشوا لوحدهم؟ إيجاد التوازن الدقيق ده بين الحماية والتمكين هو ده فن وممارسة خدمة الجماعة الحقيقية. وهو ده السؤال اللي هيفضل مع كل أخصائي طول مسيرته المهنية.